السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي راهي تحوس صباغ شعرها قبل العيد جبت لكم صبغة طبيعية بمكونين فقط. الصبغة ما تضركمش، ما تضرش شعركم ولا صحتكم، ما فيهاش مواد كيماوية، وتخرج لكم لون جميل جدا. اللي حابة يعني لون هكا فاتح شوية ديرها مرة واحدة، واللي حابة اللون يخرج يعني مليح ديرها تحاول تعاودها 2 ولا 3 خطرات على حسب اللون اللي حابة تخرجه، وعلى حسب اللون اللي عندها في لاباز تاع شعرها. دونك عندنا حبة بيتخاف وحنة طبيعية، يعني أنا جبتها ورق ورحيتها في الدار، وللأمانة أنا زدت لها شوية السدر الأخضر كماسك للشعر، يعني مليح. السدر يرطب الشعر يرجعه هايل. هذيك الحبة تاع البيتخاف يا إما ديريها عصير، إذا عندك البلندر ديريها عصير ولا تربيها. أنا ربيتها وزدت لها شوية ماء، يعني إذا ما كيش بريسية يعني ما حباش ديريها عندك الوقت، خليها تطلق هذاك الماء وديري به، ولا غليها. انا غليتها هكا حتى تغلي ونحيت الماء تاعو، نديرو نخلط بها هكا كي سخون، يعني ندير هكا بالمغرف ونشوف شحال لازمني، شحال باش نخلط به. درتو هكاك سخون ونحطو حتى يبرد شويه، ماشي يكون بارد بزاف باسكو نديرو في شعري باش راسك ما تمرضيش، يعني ما يوجعكش. ونخلطها حتى تجي يعني ما تجيش يابسه بزاف، نحاول نخليها جاريه شويه. نابليكيها في شعري كامل، ديريها وحدك ولا استعيني بكاش وحده ديرها لك في شعرك، وديري لها بلاستيك هذاك الغذائي لشعرك، يعني الورق الشفاف تاع المطبخ. غلفي كامل شعرك وخليه حوالي 2 حتى 3 سوايع، شحال قدرتي تخليه حتى تخرج نتيجة، يعني يرطب ماسك، عبارة عن ماسك وملون في نفس الوقت. الصبغة طبيعية وماسك يرطب الشعر، الحنة يعني مليحة بزاف للشعر، ترطب الشعر. وجددنا كانوا يداويو بها، يعني وحدة كي يوجعها راسها ولا تحطها كدواء يعني للراس. نتمنى يعجبكم اللون، جربوها. اذا حبيتوا اللون يخرج لكم بني جربوها مرة واحدة ولا ديروها عدة مرات. اذا حبيتوا اللون يكون احمر شوية ولا يبان جربوها عدة مرات، يعني ديروها حوالي 2-3 مرات، ما راحش تضركم، يعني تجي اللون يهبل وترطب شعركم كما قلت لكم. اتمنى تكونوا جربتوها وعجبتكم. خلولي في التعليقات بالنسبة اللي جربوها. نخليكم في امان الله وحفظه. مع السلامة.